قد راحت لك أيام في هذا المكان يا بابا. نعم عاد هالولد ايش عم يعمل هون؟ ما لقى غير هالمكان يوقف بيه؟ انت ايش تعمل هون؟ عم اتفرج على المحل. حبيبي انت عندك مصاري تشتري شيء؟ لا مو معنا مصاري بس عم بتفرج. ما عندك مصاري لا تقف. نعم روح والله معك حبيبي روح اشتغل. بهارات فاصل. عم ايش هالقرف؟ انت كمان صرت هيك يا عمو. حسبي الله ونعم الوكيل. والله هذا نفس الولد ايش جاي يسوي كمان هون؟ شو قصته؟ ما ضل عندنا شغله وعمله غير هالولد هذا؟ ايش قصتك عمو؟ شوف يا عمو والله ما عم بعمل شي غلط ولا عم بديك بشي. تعال عندي عمو تعال. خير عمو شو بدك مني؟ يا حبيبي ما بدي منك شيء، احكي لي شو قصتك؟ اي قصة عمو ما فهمت عليك. حبيبي قصتك انت يعني صار لك يومين ثلاثة عم تيجي توقف عند باب المحل وعم تطلع فيني وتزاورني كأني عدوك، وامبارح رحت زرت المقبرة
رحت على قبر صديقي لقيتك نايم هنيك. شو قصتك انت يا عم؟ احكي لي. كنا اثنين جنب قبر بابا. قبر بابا؟ ليش مين ابوك؟ هو نفس رفيقك اللي زرته امبارح بالمقبرة. ليش انت ابن صالح؟ ايه عمو انا ابنه. يعني انت بجد ابن صالح؟ مو انت كنت تعرف انه ابوك كان صديقي؟ ايه عمو اعرف، اتذكر لما كنتوا تقعدوا هون وتمزحوا وتضحكوا. ايه الله يرحمه، كسر ظهري بروحته. تعيش يا عمو وتترحم. الله يسلمك يا عم، الله يسلمك. دقيقة شوف. خذ المصاري بدل فيهم الباس، اشتري لك فيهم بس اشتري. عمو انا ما بدي منك لا مصاري ولا شيء، لانك بعد ما عرفت اني ابن رفيقك صار بدك تساعدني وتنطيني مصاري. ليش يا عمو ليش؟ حتى مساعدة الأيتام والفقراء صارت بالواسطات والمحسوبيات. عمو هذا الشيء غلط وحرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء للناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله وذكر منهم فرجل أتى إلى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة من بينهم فمنعوه. صدق الله العظيم. عمو أنا بس حبيت أوصل لك هاي الرسالة. بس اللي بده يساعد الناس والفقراء والأيتام يروح يدور عليهم، ما يستناهم ليجوا لعنده. روح اتفرج، مليان أيتام وفقراء بالمخيمات، دور عليهم بتلاقيهم. عمو آخر طلب بطلبه منك. تفضل عم. اليوم من الأيام شفت حدا مثلي مرسوم على وجهه الحزن، وقف جنبه وساعده من غير ما تعرف مين هو، لأنه يوم من الأيام راح يطلع من لحمك ودمك. لأنه يوم من الأيام راح يطلع من لحمك ودمك. السلام عليكم.